جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما كنت صغيرا قرأت كتابا تاريخيا يتحدث عن المستكشف البرتغالي ماجلان، الذي كان على حد زعم الكتاب أول من اكتشف أن الأرض كروية. فاستطاع هذا البحارة البرتغالي أن يبحر بسفنه من إسبانيا حتى وصل إلى أمريكا الجنوبية، ومن هناك عبر مضيقا يقع بين هذه القارة وجزيرة أرض النار، والذي سمي فيما بعد باسمه، يصل بعدها للمحيط الهادي، ومن هناك إلى القارة الآسيوية، قبل أن يقع فريسة للسكان المتوحشين في جزر الفلبين ليقتله أحد سكان هذه الجزر، والذي كان من آكلي لحوم البشر. أذكر حينها أنني تأثرت للغاية بقصة هذا المستكشف البرتغالي البطل. لأدرك الآن كم كنت ساذجا في ذلك الوقت. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة 24 من برنامج العظماء 100، وفيها سنتحدث عن بطل إسلامي كبير ظهر في الجزر التي تعرف الآن بجزر الفلبين. هذا البطل الآسيوي العظيم اسمه لابو لابو. وقصة عظيمنا لهذه الحلقة تعتبر مثالا حيا على نظرية الغزو التاريخي، والتي يقوم بها غزاة التاريخ بطمس قصص أبطالنا، في حين زوروا هم تاريخهم وجعلوا من مجرميهم أبطالا في أعيننا، وبذلك نكفر أنا وأنت بتاريخ هذه الأمة، ولا يبقى لنا في نهاية الأمر إلا أن نكون تبعا لهم، أو في أفضل الأحيان مجرد أقزام أمامهم. فماجلان الذي يصور في كتبنا كبطل ومستكشف جغرافي عظيم، ما هو في حقيقة الأمر إلا قسيس مجرم وإرهابي قتل الآلاف من الأبرياء. فقد شارك هذا المجرم بقتل المسلمين الأوروبيين واليهود الذين كانوا في الأندلس. ليس ذلك فحسب، بل لحقهم إلى المغرب بعد أن لجأ هؤلاء إلى المغاربة هربا من محاكم التفتيش المرعبة التي كان يقوم بها الكاثوليك في كل من إسبانيا والبرتغال. يكفيك فقط أن تعلم أن هذا المجرم شارك مع ألفونسو دي ألبوكراك في مهمته القذرة التي كانت تهدف إلى سرقة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن تعاون البرتغاليون مع الفرس الصفويين في الحكاية التي فصلنا أحداثها في الحلقة 16 و17 من هذا البرنامج. وبعد هربه من البرتغال أصبح فرديناندو ماجلان أداة بيد ملك إسبانيا في ذلك الوقت كارلوس الخامس، والذي كان يحمل أيضا حقدا كبيرا على المسلمين. فاقترح عليه المجرم ماجلان أن يغزو بلاد المسلمين في شرق آسيا، ولكن عن طريق الغرب وليس الشرق، وذلك لتفادي البحرية العثمانية التي كانت تتصدى لهؤلاء السفلة. وفعلا قاد ماجلان أسطولا إسبانيا مبحرا به إلى آسيا عن طريق الغرب، حتى وصل سنة 1521 إلى الجزر التي تسمى اليوم بالفلبين. يقوم هناك بعمليات سرقة واغتصاب وحرق لبيوت الآمنين هناك، وليعلن بعض ملوك تلك الجزر استسلامهم للعرش الإسباني. ولكن ملكا من ملوك تلك الجزر، والذي كان يحكم جزيرة ماكتان، لم يكن من طينة هؤلاء الملوك الجبناء، فقد كان ذلك الملك ينتمي لأمة عظيمة اسمها أمة الإسلام. هذا الملك كان يدعى لابو لابو، ليقرر هذا البطل الإسلامي الدفاع عن أرضه في وجه الغزاة الذين أرادوا إجبار سكان تلك المنطقة على اعتناق الكاثوليكية، ليس بقوة السيف وإنما بقوة النار، على الرغم من أن المسلمين في تلك المنطقة لم يجبروا أحدا على اعتناق دينهم، فقد كان هناك من المسلمين وغير المسلمين تحت إمرة لابو لابو، بل إن الإسلام دخل إلى تلك الجزر بدون أي معركة تذكر. فالإسلام انتقل إلى شرق آسيا بواسطة التعامل مع التجار المسلمين
الذين جاء أغلبهم من اليمن وعمان. وبعد أن رفض لابو لابو عرض ماجلان بالبقاء في عرشه والخضوع لملك إسبانيا، تقدمت سفن ماجلان نحو جزيرة ماكتان الفلبينية لكي يلاقوا هناك لابو لابو ومن معه من الفرسان المسلمين، لتندلع هناك في 27 من شهر أبريل من عام 1521 للميلاد أحداث معركة خالدة من معارك أمة الإسلام، إنها معركة ماكتان التاريخية. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق. ومع تقدم قوات ماجلان الصليبية نحو جزيرة ماكتان، تفاجأ الغزاة هناك بأن لابو لابو قد جهز جيشا بسيطا مسلحا بأسلحة بدائية يحارب بها أقوى أسطول بحري في ذلك الوقت التابع لجيش الإمبراطورية الإسبانية. وما أن التقى الجيشان في جزيرة ماكتان الفلبينية حتى علت صيحات الله أكبر من أفواه المسلمين الفلبينيين هناك، قبل أن يتقدم القائد لابو لابو بنفسه في ميدان المعركة ليقتل كل الحرس الإسباني المحيط بالصليبي الجبان ماجلان، ليطيح برأس ذلك المجرم، ليفر من بقي من جيش الغزاة تاركين خلفهم جثة قائدهم الهالك فرديناند ماجلان، ليبقى قبر ماجلان حتى يوم الناس هذا في جزيرة ماكتان الفلبينية، بعد أن تحول اسم لابو لابو إلى أسطورة في جميع أنحاء الفلبين. وما زال الفلبينيون حتى يوم الناس هذا يعتبرونه بطلا قوميا قاوم الغزاة الذين أرادوا احتلال بلادهم. لذلك بنى الفلبينيون تمثالا ضخما للبطل لابو لابو في جزيرة ماكتان. ليس ذلك فحسب، بل وضعوا صورته على شعار الشرطة الفلبينية وأيضا على قوات المطافئ، بل ووصلوا به إلى حد التقديس في بعض الأحيان، على الرغم من أن أغلب سكان الفلبين اعتنقوا الكاثوليكية بعد أن بعث الإسبان بعد ذلك بقوات عديدة احتلت البلاد وحولت الناس بقوة السلاح إلى الكاثوليكية. إلا أن لابو لابو الذي قتل القسيس الكاثوليكي ماجلان ما زال يعتبر بطلا قوميا لدى معظم الفلبينيين المسلمين وغير المسلمين. ومع نهاية هذه الحلقة بقي أن ننوه على أمر مهم. هذا الأمر لاحظته عند بحثي عن قصص كثير من أبطال المسلمين، وهو التشكيك بانتمائهم لهذا الدين. فكثيرا ما أجد أن هناك من يشكك بانتماء لابو لابو إلى المسلمين، على الرغم من أن السكان المحليين في موطنه الأصلي يؤكدون إسلامه، مستدلين على ذلك بأن السكان المحليين في تلك الفترة كانوا يقومون بأفعال غير إسلامية مثل الوشم مثلا، وردوا على ذلك بسيط جدا. فإن صحت هذه المعلومات فربما كان المسلمون هناك يقومون بذلك لعدم معرفتهم بالحكم الشرعي، إما لقرب عهدهم بالإسلام أو لاختلاط ذلك بالعادات والتقاليد لديهم. بل إلى وقت قريب كانت كثيرا من جداتنا يقومن بالوشم ونحن بالقرب من موطن الإسلام الأصلي، فكيف بالذين كانوا قبل 500 عام من الآن ويعيشون في جزر نائية في بحار آسيا؟ لذلك فلنحذر جميعا عندما نسمع عن تشكيك بإسلام بطل إسلامي، فغزاة التاريخ يريدون محو البطولة من تاريخ هذه الأمة. ولكن لماذا كان ماجلان ومن معه من الصليبيين في ذلك الوقت يحاولون احتلال المغرب بالذات؟ وكيف واجه أبطال المغرب الغزو البرتغالي الصليبي؟ وما حكاية معركة وادي المخازن التي تعتبر بلا أدنى شك يوما من أيام الله العظيمة؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة لنتابع قصة ملك عظيم ظهر في بلاد المغرب ليلقن الغزاة الصليبيين درسا في فنون القتال الإسلامي. كونوا معنا لنتابع قصة معركة وادي المخازن، معركة الملوك الثلاثة. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسألوا جند التتار. سأتشرف بهم. ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا. اسألوا التاريخ عنا. ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا. اسألوا التاريخ عنا. مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر. واسألوا قصر المدائن إذ به مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر. واسألوا قصر المدائن إذ به القعقاع كبر. لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال. في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال. لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال. في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال. أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد. بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد. بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. اسألوا جند الصليب. اسألوا جند التتار. هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ واذكروا فتحا لمكة بعد صابر وانتظار. طارق في وادي لكة خاض أمواج البحار. الصحاري نحن طلاب المعالي. نحن رهبان الليالي. ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا. اسألوا التاريخ عنا. ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا. اسألوا